الله جبنا لكم بريوش يعرف ديال العيد كيجي على هذا الشكل هذا. غتبعوا معنا المقادير وتاريخ التحضير من بعد الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله غندخلوا في الفيديو. عندنا 600 غرام ديال الفورص نوعيه ممتازه او الفورص اللي عندك نوعيه. غنديروا 600 غرام بحال هكا مغربله مقاده بحال هذا الشكل هذا كما تشوفوا معنا. تبعوا معنا وثلاثه المعالق ديال السنيده. غتبعوا معنا المقادير. مقادير سهله بسيطه ما فيهاش تكاليف بزاف. 2 معالق تقريبا او ربع كاس تاع الزيت. كل اللي بغا يدير 2 معالق ديالهم بغا يدير ربع كاس ديال الزيت ديروا ربع كاس بحال هكايا. مقادير كما قلت لكم بسيطه ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. ملحه على حسب الذوق على حسب الكميه ديال الدقيق اللي غادي ديري. غادي ديري الملحه غادي باش ان شاء الله نجمعوا معلقه كبيره ديال الخميره. والخميره ثاني كتبقى على حسب الجو. وباش غنجمعوا هذا الشيء كامل مع كاس تاع الحليب تقريبا كاس ديال اكثر من كاس ديال العنبه تقريبا القدر اللي غادي يجمع لك هذا. والزبده غنخليوها هي الاخرى ان شاء الله. نتوما غتشوفوا معنا. تبعوا معنا بعد ما غنعجنوه غادي تشوفوا معنا الطريقه. ها هو عجناه وحطيناه الضعف اللي غطيناه حطينا الضعف ديال الحجم ديالو. ملي بعد ما درنا فيه الزبده حطينا على هذا الشكل هذا الضعف فيه الحجم ديالو. دخلنا فيه الزبده حتى الاخير ودخلنا فيه الزبده وحطينا الضعف ديال الحجم ديالو ياك بحال هكا بهذا الشكل هذا كما شفتوا معنا. وغادي ان شاء الله عندنا دابا الكاوكاو هدايا بعد ما حمرناه وهرمشناه درنا فيه معلقه ديال القرفه بحال كما شفتوا معنا. هو باش غادي ان شاء الله غادي نزوقوا هذه شويه ديال الزبده باش غندهنوه فيها. نتوما غتشوفوا تبعوا معنا الطريقه لان الطريقه سهله ما فيهاش تعقيدات بزاف. دغيا كيتوجد هذا البريوش هذا. ها هو حطيناه في سطح العمل. رشينا سطح العمل بشويه ديال الدقيق بحال هكايا. وغادي نبسطوا هاد العجينه ديالنا حيت مضاعف للحجم ديالو وخامره باش غادي يجينا غزال زوين. هذا هو اللي غنديرو ان شاء الله في الفطور ديال نهار العيد كيجي زوين. وجديه اختي حطيه ان شاء الله في الطويله ديال العيد يحمر لك وجهك زوين. كيجي اقتصادي ما فيش تكاليف بزاف. نتوما تبعوا معنا الشكل ديالو كيفاش كيجي زوين اقتصادي. بعد ما سرحناه دهناه بديك الزبده ورشينا فيه داك الكاوكاو ورشينا فيه الكاوكاو ورشينا ودرنا مع ديك القرفه وطويناه على شكل شنيك بحال هكايا. قطعناه وحنا كنستوي فيه دابا في المقله ديالنا مرشوشه مدهونه بشويه الزيت او مرشوشه بشويه الدقيق اللي بغيتي. بعد ما ضاعف ليه الحجم ديالو كيجي على هذا الشكل هذا. غندهنوه بشويه ديال البيض وندخلوه الفران يطيب لينا. مني غندخلوه الفران يطيب لنا غيجي على هذا الشكل هذا. وبالصحه والراحه وجربي يا اختي وربي عليا الخبر لان كيجي زوين. وعيد مبارك سعيد.